ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بسرعة روحوا جهزوا حاجة تشربوها عشان النهاردة عندنا دردشة كتير. لأول مرة على القناة فيديو أسئلة وأجوبة، وأول مرة هعرفكم عني كل حاجة إن شاء الله. فيلا بينا. بصوا، بصراحة أنا كنت ناوية أجل الفيديو ده شوية لحد ما عددنا يكبر أكتر من كده، بس لقيت إنه النهاردة في مناسبة سعيدة، هو إن احنا تمينا شهر على القناة. فبالمناسبة دي حسيت إن احنا محتاجين كده نقرب من بعض أكتر، وأكيد يعني محدش يحب يتابع حد ما يعرفش عنه أي حاجة. يعني الفيديو ده أعتقد إن ده وقته المناسب إن شاء الله. فعشان كده النهارده ان شاء الله هعرفكم سني الحقيقي، وهعرفكم تخصصي ايه، وهعرفكم طبعا البرامج اللي انا بستخدمها في المونتاج وفي الصور المصغره وكل الكلام ده، كل الحاجات اللي انتوا سالتوني عنها. انا على فكره حاطط لكم بوست على الانستجرام في ستوري اللي هو اسك مي، وكمان حاطط لكم بوست على المنتدى بتاع اليوتيوب، وبحيث ان انا احاول اعرف انتوا حابين تعرفوا عني ايه. والاسئله اللي انتوا سالتوها الصراحه مجمعه كل حاجه ممكن تتقال في الفتره دي، فان شاء الله النهارده هعرفكم كل حاجه. ونبدا باول سؤال اتسال لي، وهو ايه البرنامج اللي بتعملي بيه الصورة المصغرة؟ واكيد مش هتردي، انا مش عارفة، اكيد مش هرد ليه. انا رديت على السؤال ده في كومنتات قبل كده. اللي بعت السؤال هي جيهان، عندها بالمناسبة قناة جميلة قوي اسمها حياة بسيطة، فهي بتسأل على الصورة المصغرة. انا بعمل الصور المصغرة بتاعتي ببرنامج كانفا، وبعدين بكتب عليها النص ببرنامج انشوت، لانه النصوص العربي على كانفا مش احسن حاجة، فانا بستخدم برنامجين مع بعض. يعني بستخدم ابلكيشن كانفا، وبعد كده بروح لان انشوت عشان اظبط كمان الدنيا اكتر. فبس كده، يعني الموضوع بسيط، وعلى فكرة دول اسهل برامج ممكن تستخدميها يعني اعتقد. وننتقل دلوقتي لتاني سؤال، وكان من اسماء رمضان، وكانت بتقولي متجوزة من كام سنة وازاي جاتلك فكرة فتح القناة؟ يا اسماء، انا متجوزة من 3 سنين تحديدا، الشهر الجاي هتم 3 سنين. وبالنسبة لفكرة فتح القناة، الموضوع كان في بالي الصراحة بقاله سنين، يعني بقاله سنتين مثلا او حاجة. بس كل مرة كنت بطلع يعني حجج بقى، اصلا انا ما عنديش معدات تصوير، اصلا انا هقدم ايه وانا مش هينفع اظهر بوشي، اصل كل مرة بطلع ايه بحاجة تأخرني. وفي الاخر يعني الحمد لله ان انا خدت القرار ده. وعلى فكرة الظروف مش مناسبة خالص دلوقتي، لانه يعني بقى عندي بيبي، وقتي ما بقاش ملكي زي الاول، فده يوصلنا ان احنا ما نستناش الظروف المناسبة، عشان هي عمرها ما هتكون مناسبة. ودلوقتي نروح للسؤال الثالث، والسؤال الثالث كان من خلود. وعلى فكرة يا خلود، انا عارفاكي وحافظاكي، انت بتبعتيلي كتير كومنتات وكده، فانا بحبك قوي على فكرة. بتقولي انت عندك كام سنة والنون الصغنن اسمه ايه؟ انا عندي، تفتكروا كام سنة؟ خمنوا كده. يعني اعملوا بوز للفيديو، قولوا لي انتوا يعني كنتوا متوقعين من صوتي ان انا عندي كام سنة. بس انا في الحقيقة عندي 31 سنة تحديدا. انا مواليد 10/10/1993. اما النونو الصغنن فاحنا مسمينه على اسم جده، اسمه صلاح الدين، وبدلعه سولي. ونروح دلوقتي للسؤال اللي بعد كده، وهو من دعاء خالد، وبتقولي انتي خريجة كلية ايه وعندك كام سنة؟ زائد بحبك قوي، وانا كمان بحبك قوي يا دعاء، شكرا على الكلام الحلو. انا يا دعاء خريجة كلية طب بشري، ايوه انا طبيبة او يعني دكتورة، بس حاليا ما بشتغلش. يعني حاليا انا متفرغة ليكو وللقناة وللبيبي الصغنن. بالنسبة لي عندي كام سنة؟ أنا قلت إن أنا عندي 31 سنة. نروح للسؤال اللي بعد كده، وهو من هاجر. وهاجر بتقولي دخلتي قلبنا بسرعة كده ازاي يا هاجر؟ شكرا على الكلام الحلو، أنا بحبكوا قوي والله بجد. وعشان أنا مش بعرف أرد على الكلام الحلو، فهننتقل للسؤال اللي بعده. والسؤال اللي بعده كان من مش عارفة اقرا الاسم كويس، بس هو حاجة زكريا، اعتقد ان هي اسمها على الانستجرام اسماء. وبتقولي اسمك وسنك وكليتك وعايشة فين وانت منين، وايه رأيك في فكرة تأجيل الخلفة؟ وكل الاسئلة دي هجاوبك عليها يا اسماء. اسمي طبعا مها، وسني 31 سنة، وانا من كلية طب بشري. عايشة فين؟ انا في اسكندرية. وايه رأيي في فكرة تأجيل الخلفة؟ طبعا انا مع فكرة تأجيل الخلفة قلبا وقالبا، لان انا عملت كده ومش
مش ندمانة خالص على القرار ده. أنا أجلت الخلفة 2 في أول الجواز، كنت حابة إن أنا الأول أتعود على الشخص اللي أنا عايشة معاه، وأتعود على فكرة إن أنا يبقى ليا بيت وأنا مسؤولة عن بيت، وبعد كده أزود المسؤوليات حبة حبة. ومع ذلك مسؤولية الخلفة بجد لا تقارن بأي حاجة تانية، يعني هو موضوع مش سهل أبدا. فتخيلوا بقى لما تكونوا لسه بتتعرفوا على بعض في أول الجواز، وكمان مع هرمونات الحمل، مع الولادة، مع بيبي، مع قلة نوم، مع حاجات كتير جدا. لا 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 لا، موضوع يعني تأجيل الخلفة أنا معاه قلبا وقالبا. أجلوا الخلفة شوية كده لحد ما تفهموا بعض، إن شاء الله حتى مثلا 6 شهور، يعني مش لازم تبقى كتير زي ما أنا عملت، بس يعني ما تعملوش كده غير وانتم مستعدين بجد، عشان الموضوع والله مش سهل مهما سنكم كان كويس مناسب. يعني انا لما كنت حامل كان عندي 30 سنة، فانا كنت ساعتها يعني ناضجة كفاية يعني ان انا ابقى اعتقد يعني حسب معايير المجتمع. بس الموضوع ما كانش سهل برضه، تخيلوا. فلا انا بنصحكم على موضوع تأجيل الخلفة ده، انا معاه قلبا وقالبا. ونختم فيديو النهارده برسالة جميلة من آية على فكرة بنوتة جميلة قوي، عندها قناة مش واخدة حقها خالص، تتحب من اول مرة تتشاف فيها. قناتها اعتقد اسمها البيت مع آية. ويا آية انا تقريبا حكيت كل حاجة وجاوبت على كل حاجة في الاسئلة اللي فاتت. فلو لسه عندكم اي اسئله جديده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وانا هرد عليكم في الكومنتات. يعني اكيد مش هعمل فيديو تاني، بس يعني حاولت قد ما اقدر ان انا اعرفكم عني. تقريبا غطينا كل المعلومات اللي ممكن ان هي تتقال، وبس كده مش هطول عليكم. واتمنى الفيديو يكون خفيف لطيف، وتكونوا اتبسطتوا بالمعلومات اللي انتوا عرفتوها عني، ونكونوا قربنا كمان اكتر لبعض، لان انا هدفي الاساسي من الفيديو ده ان احنا نقرب من بعض، مش ان انا اتكلم عن نفسي يعني. فاتمنى انه الهدف يكون اتحقق، واقول لكم استنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه. وفيديو جاي ان شاء الله هيكون روتين من روتيناتنا اللي احنا متعودين عليها، ان شاء الله فلوج كده خفيف وجميل كالعاده. فاستنوني، وبكده هقول لكم مع السلامه، باي باي.